اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده يا حبايبي، طبعا عملنا الكيكة اللي هي الكيكة اللبن الساخن. انا اول مرة اعملها بصراحة، كانت حاجة تحفة وكانت حاجة خرافية. دي طبعا احنا غيرنا طبعا عن امهاتنا وكيكة امهاتنا اللي هي التقليدية اللي هي العادية. بصراحة كانت حاجة خرافية وحاجة دايبة كده، وتعالوا نشوف عملناها ازاي. وقبل ما نخش على التحضير والمقادير ما تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا 2 حبات من البيض، حطيتهم في قلب الخلاط وحطيت عليهم كوباية سكر، وحطيت عليهم فانيليا، وحطيت عليهم نقطتين خل، وضربتهم كده ضرب مبرح لحد ما الخليط ناعم معايا زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بولة ونزلت بقلبها كده بالخليط، ونزلت بكوباية من الدقيق. معايا هنا كوباية ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، اللي هو الدقيق الفاخر الابيض العادي بتاعنا. وطبعا وهفضل اضرب بالمضرب اللي هو المضرب اليدوي كده زي ما انتوا شايفين الخليط. ونزلت بباكت من الكيك شيف او ممكن بيكنج باودر المتوفر عندك. وبعد كده بفضل اضرب بالمضرب اليدوي بتاع المضرب اليدوي، بفضل اضرب لحد الخليط ده بحسه تقيل معايا. وبعد كده باخد كوباية اللبن اللي هو الحليب وعليها مكعبين من الزبدة، وبحطهم على البوتاجاز عشان يغلوا معايا لدرجة أول ما يقوموا بالغليان كده على النار. بجيبهم على طول وبنزل بقلبهم بالخليط ده. في قلب الخليط ده زي ما انتوا شايفين كده. انا في الاول الخليط كان تقيل معايا، لما حطيت اللبن اللي هو الحليب بقى الخليط ينعم معايا زي ما انتوا شايفين كده. وبضرب في بقلب المضرب كده زي ما انتوا شايفين الخليط ناعم معايا جدا وبقي كريمي وبقي وصلت للقوام اللي انا عايزاه، ما ضفتش اي حاجة. طيب لو مش عندي زبدة ما استغني عنها، حطي زيت، حطي سمنة، مش هنقف على حاجة. مش حاجة هتقول لأ، اللي متوفر عندنا. مش هنقف حاجة عشان حاجة، يعني يكون عندنا كل المقادير. وطب عشان انا ما عنديش زبدة خلاص يبقى كده انا مش هعمل. لا، حطي سمنة، حطي سمنه، حطي زيت، مش هنقف على حاجه. احنا متعودين ان احنا ما بنقفش على حاجه. هفضل اضرب في قلب الخليط ده لحد ما يبقى كريمي معايا وناعم زي ما انتوا شايفين ازاي كده زي الفل. خلاص كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه. معايا هنا صينيه 22 مبطناها، ممكن صينيه بيركس اللي متوفر عندك، تيفال، اي حاجه المتوفره عندك. انا هنا بحب استخدم الالومنيا جدا في الكيك، بيطلع حلو قوي. ونزلت كده بمعلقه سمنه ودهنه قلب الصينيه ومبطناها بالدقيق. وكده نزلت بالخليط بتاعي وسبت، وكنت مولعه الفرن كده مسبقا على درجة حرارة 180. وحطيت بقى في قلب الفرن كده الكيك بتاعي. والله العظيم واحمر اصلا من غير شواية، محتاجش شواية ولا حاجة. من شدة الكيكة انه هي خفيفة كده وهشة جميلة جدا جدا. وكانت فاتحة معايا وتحفة. شايفين مش راضية تمسك في قلب الشوكة من شدة طريانها. بصراحة كانت تحفة. انا كنت خايفة منها تقولوا لي بقى طب واللبن الساخن هيسوي البيض معايا ولا حاجة. لا طبعا، انا كنت فاكرة زيكم كده، بس بصراحة النتيجة بهرتني بصراحة. وطلعت حاجة كده زي ما احنا متعودين كده، حاجة بتدب في البق دوب. وكانت ريحتها قلب الدنيا، والله العظيم كانت ريحتها قلب الشقة. مش قادرة اوصف لكم. بصراحة جربوها بالطريقة دي ومش هتندموا. وفكرة جديدة عن الكيك اللي هو بتاع امهاتنا اللي هو التقليد الكيك العادي. دي فكرة جديدة بصراحة، بس كانت خرافية والله العظيم، كانت تحفة. جربوها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني جديد وكده. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، واشوفكم على فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.